السلام عليكم. النهارده ان شاء الله هنعمل قرص طريه، بس هنحشيها لحمه مفرومه. شايفين قد ايه هي هشه وقطنيه وطعمها حلو جدا. ما تنسونيش لاول مره يشوفني انا نوره تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وترفعوا الفيديو بلايك. هنجيب كوبايه من اللبن. انا اللبن ده يعني مدفياه وحطاله معلقه من الخل عشان يروب. هنحط بقى كيس خميره ومعلقه من السكر. هنركنه بقى على جنب كده لغايه ما نعمل الدقيق. وطبعا هنسيبه يخمر شويه. هنحط بقى رشة من الملح على الدقيق ده، نص كيلو دقيق، وعليه كوباية الا ربع من السمنة او الزبدة. هنبدأ بقى ندخل السمنة كده في الدقيق لغاية ما يبقى عامل زي حبات الرمل، يعني السمنة كده تدخل في كل حبة من الدقيق. هنبدأ بقى نحط اللبن ونعجن كويس جدا لغاية ما يديني عجينة طرية. ليه؟ وتحطيها في الفرن وهو مطفي طبعا. هنبدأ بقى ناخد كده بعد ما خمرت كور كده صغيرة او كبيرة طبعا براحتك، ونبدأ نفردها ونحشيها اللحمة المفرومة او اي حشوة انت عايزاها. واللحمة المفرومة طبعا عارفين ان احنا بنعصجها ببصل و... وانا حطيت لها فلفل شطة، طبعا ممكن فلفل رومي بشوية ملح وفلفل و... وحطيت لها طماطم كمان، براحتك بقى خالص. هناخد بقى كده ونقفل كويس جدا من الجوانب ونبدأ نفرد القرص. هنكون محضرين صاج فيه مادة دهنية طبعا، ونسيبها تخمر لتاني مرة. هنكون مشغلين الفرن على اعلى درجة حرارة من تحت ومن فوق. تاخد اللون اللي انت عايزاه، اللون